السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المحاضرة الخامسة من محاضرات دورة الويندوز. طبعا يا اخواتي انتوا فاكرين احنا في المحاضرة السابقة شرحنا اللوحة الرقمية، شرحناها بالتفصيل الممل واتكلمنا عنها وشرحناها بالتفصيل الممل. النهاردة ان شاء الله هشرح لكم الثلاث أسطر بتوع اللغة العربية وهشرحهم لكم برضو بالتفصيل الممل. قبل ما نبدأ بس نشرح، عايز افكركم بحاجة صغيرة قوي وهي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب يلا بينا يا شباب نبدأ نشرح أو بمعنى صح يلا بينا يا شباب نخش على الشرح بتاعنا على طول علشان ما نطولش على حضراتكم. هنبدأ نشرح أول زرار تاني زرار في السطر الثاني من تحت على ايديكم الشمال، وهو حرف الهمزة على الواو او حرف الهمزة على الياء قصدي يا شباب. همزة على الياء. يبقى يا شباب تاني زرار في السطر الثاني من تحت على ايديكم الشمال وهو حرف الهمزة على الياء. همزة على الياء. طيب يمين حرف الهمزة على الياء، همزة على السطر. همزة على السطر. يمين حرف الهمزة على الياء، حرف الهمزة على السطر. همزة على السطر. طيب يمين حرف الهمزة على السطر، حرف الهمزة على الواو. همزة على الواو. يمين حرف الهمزة على السطر، حرف الهمزة على الواو. همزة على الواو. طيب يمين حرف الهمزة على الواو، حرف الراء. راء. يمين حرف الهمزة على الواو، حرف الراء أو الر. راء. يمين حرف الراء، حرف اللام ألف. لم ألف. يمين حرف الراء، حرف اللام ألف. لم ألف. طيب تمام. يمين حرف اللام ألف يا اخواتي حرف الألف مكسورة. ألف مقصورة. يمين حرف اللام ألف يمين حرف اللام ألف حرف الألف مقصورة. ألف مقصورة. طيب تمام. يمين حرف الألف مقصورة، حرف التاء المربوطة. تاء مربوطة. يمين حرف الألف مقصورة، حرف التاء المربوطة. تاء مربوطة. طيب تمام. يمين حرف التاء المربوطة، حرف الواو. واو. يمين حرف التاء المربوطة، حرف الواو. واو. يمين حرف الواو، حرف الزين أو حرف الزاي. زين. يمين حرف الواو، حرف الزين أو حرف الزاي. زين. لأن في ناس بتقولوا زين وفي ناس بتقولوا زاي، فأنا عشان كده حبيت إن أنا أبسط الأمور وحبيت إن أنا أوضح لكم الأمور.